السلام عليكم. اولا انا كرئيس ديال كندا جيت باش نوضح لكم شي امور، وهي علاش حنا كنتعتبروا احسن بلد في العالم. وكل شيء كيقول واو كندا، واو باغي نمشي نعيش في كندا. وكل شيء فرحان وباغي يصايب الجنسيه عندنا علاش في نظركم؟ آه، انا غنقول لكم علاش. صمت. اولا حنا الشعار ديالنا في هذه البلاد وهو المعقول، وسطر ليا مزيان على هذا المعقول اولد عمي، لان المعقول هو باش غاديه هذه البلاد اللي هي كندا، ماشي تشلهبيت. المعقول هو الاساس. اي المعقول، ماشي التخوار والتوراك من اللور وطيحني نطيحك. لا 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 ولد عمي، المعقول ماشي التخوار. هم؟ الحياة ماشي كلها كذوب، ماشي عندنا ضروري باك صاحبي باش تخدم. لا، وماشي ضروري تكون ولد فلان ولا ولد فرتلان باش توصل. حنا عندنا كل شيء بحال بحال. هاد البلاد عندنا، باش نفهمكم، عندنا 1+1=2، ماشي شي حاجه اكثر. عندنا الوزير بحال العساس، والعساس بحالو بحال الموظف العادي، والموظف بحالو بحال القيد ولا الباشا، كلهم بحال بحال. مهما كان المنصب كيبقى مواطن. انا براسي ما نقدرش نهضر، حيت كنتعتبر بحالي بحال اي مواطن كندي، نفس الحقوق نفس الواجبات، كلنا بحال بحال في هذه البلاد السعيده. وعلى ذكر المواطن الكندي، خاصكم تعرفوا بان المواطن الكندي هو اللي خصو يكونوا سنانه بيضين، وجهه رطب وشعره ملس. هذا هو المواطن الكندي اوريجينال. شكرا سي الرئيس على التوضيحات. ودابا كنفتحوا باب المناقشه وباب الاسئله. الدراري غير بشويه، اللي عنده شي سؤال يطرحوا، الله يرضي عليكم، بلا صداع بلا غوت. شكون عنده شي سؤال يتفضل. انا عندي واحد السؤال السي الرئيس، خفا زربا. بغيت نفهمك انا واحد القضيه، واش عندكم تتوما ولا لا؟ دابا حنا بغينا نمشي مثلا شي مقاطعه، ولا بغيتي تمشي شي بلاصه ولا شي مركز، واش تقضي شي غرض، خصك ضروري تدفع تميزي عمر. زعما بحال قلتي واش عندكم تتوما القضيه العمر، ما عرفتش تميزي زعما عمر، يعني الفلوس تاكا على تقضي غرضك. شرح لي هذه والله ما باقي ندوي. اش غنقول لك اخويا. انا بالنسبه لي انا كنستغرب ملي كنسمع بحال هذا الكلام اللي جاني غريب في الحقيقه. جاني غريب علاش؟ لانه انت كمواطن خاصك تاخذ حقوقك بلا فلوس، مع مع العلم انه حقك. يعني كي كيفاش تحط الفلوس عاد تاخذ حقك؟ هذه جاتني غريبه صراحه. لانه هنا في كندا انا ما نقدرش نديرها هنا في بلادي وانا رئيس، لانه يقدر مواطن يدعيني يصيفطني، يصيفطني يخليني مشومر. علاش؟ لان حقوقه من حقه انه انا كنستغرب دابا كيفاش كيفاش خص كيفاش خاصك تدفع فلوس باش تاخذ حقك. ما جاتني غريبه شويه. وسؤالك يعني واش باقا عندكم هاد القضيه؟ ما عرفت، انا ما فهمتهاش. ولا كانت عندكم هذه راه مشكله، خصوصا انه كيحكمكم واحد الدستور رباني اللي هو القران. الا كنتو كتعملوا به ربما تقدروا تكونوا احسن منا. زعما ما فهمتش انا علاش نتوما بعدا. انا كنستغرب انه عندكم واحد المسائل اللي هي مهمه، اللي هو القران. والقران ما فهمتش انا كون كتخدموا به، وقسما بالله تتولوا احسن منا، ولكن ما للاسف شي حاجه ماشي تالي، ربما شي لبس في الموضوع. علاش ما فهمتوش. سلام سي الرئيس، انا عندي واحد السؤال. واش تتوما الانسان ملي كتولي عنده 60 عام عاد كيولي خدام عساس؟ فهمني. لا لا، ما يمكنش. حنا انسان عندنا صافي كيوصل واحد السن معين للشيخوخه مثلا، صافي خصو يرتاح. يعني ما كاين لا شي يبدا يضرب تماره، حنا غنضربوا عليه تماره لانه صافي. يا سي الرئيس كشي بخير. عندي انا واحد السؤال، هو بحال قلتي، بحال بغيت منكم شي توضيح يعني بسيط. وهو حنا دابا الشباب ديالنا ربما كيختلف على الشباب ديالكم.
حنا الشباب ديالنا كيفكر بزاف، والتفكير ديالو خلى فيه الشيب في شعرو، سنانو ولاو كيطيحوا ولا كيضروا ظهرو، كيخمم بزاف ولا كينسى السوارت. بغيت غير منك شي توضيح بسيط، الله يجازيك بخير، الله يحفظك. واش غنقول لك اولد عمي؟ انا بالنسبه لي الشاب كيبقى انسان، كيخصو يعيش حياته، كيخصو ياكل مزيان، يشرب مزيان، يلبس مزيان. انا كنستغرب ملي كنسمع ان الشباب ديالكم كيضروا ظهره وكينسى وكيخمم بزاف وكيفكر بزاف. انا في الحقيقه جاتني غريبه هاد القضيه، يعني كيفاش شاب عنده 20 سنه 30 سنه وكيفكر وكيخمم وعنده الشيب. اما حنا بالنسبه لينا الشباب ديالنا، كي قلت لكم في الاول، الشباب ديالنا دوريجين كيخصو يكونوا سنانو بيضين ووجهه رطب وشعره ملس وما كيخممش، وما تطبقش علينا ديك القاعده ديال كحال الراس، حيت ما تقدرش تقول علينا شاب الراس. حنا تقدر تقول حاجه وبز منك وهي ناضي كناضي صافي. السلام عليكم السي الرئيس، الله يرضي عليك اولدي. دروك انا بغيت نسولك، الله يرحم الوالدين، انا بغيت منك واحد الحاجه، الله يجازيك بخير. دروك انت جيتي دويتي مع هاد الناس اللي هنا، كيفاش يديروا تيولوا بحالكم. دروك انتم بحال هكا، كيف هادشي اللي وصلتوا لي دروك بغيت نفهم كيديروا زعما باش ما عرفتش كنوضح لك. واخا فهمتك. انا غادي نفسر لك كيفاش حنا توصلنا لهادشي. حنا وصلنا لهادشي كي قلت لك في الاول بالصدق وبالنيه وبالاخلاص. ورسالتي موجهه لجميع الناس اللي مسؤولين على اي رعيه، منهم القايد الباشا العام، الوزير، رئيس مجلس بلدي، اي واحد شاد شي قطاع يخدم من نيته مع هاد الشعب. راه الناس راه ضروره انسان يوقف معاها، ما يبقاش غير كيشوف غير المصالح ديالو، ما يشوفش غير المصالح ديالو وينسى الناس. اخرتها موت ولد عمي، راه كلشي غيموت، كلشي غيتدفن. شكرا السلام عليكم. شكرا السي الرئيس. يلا الدراري، يلا جمعوا الكراسي الدراري. شنو جمعنا انت؟ شو معنى خالد حيد من تما صاحبي.